السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يا جماعة النهاردة الحمام الكينج. حبينا نوريكم النهاردة أنواع الحمام الكينج، المستوى الكويس. طبعا ده مش للأكل، ده مستوى تفرخه وبيعمل الفرخ بتاعه. فاحنا حبينا نوريه لكم هو دلوقتي مع بعضينا. بصوا وقفة فرد الحمام، تمام. ده أبيض، كينج أبيض وأحمر وأصفر أو أكول، تمام. بصوا الوقفة عشان تعرف تفرق ما بين الكينج الابيض او الكينج البيور والكينج الشعبي او اللي تحت المتوسط، تمام. فشيل من دماغك ان انت تاكل حمام من ده. ليه؟ هو حرام؟ لا مش حرام والله ولا حاجه، بس انت حط في دماغك كده انك هتاكل مثلا جوز سعره معدي مثلا ال 1200 جنيه او ال 1500 جنيه، هتاكل من زغاليله؟ مش منطقي، صح كده؟ لكن في حاجه اسمها كينج شعبي، كينج شعبي او كينج تحت المتوسط، تمام. ده للاكل بقى، ده اللي بناكل منه ونذبح منه، اللي هو الجوز سعره ما يعديش 600 جنيه، اخره 700 جنيه مثلا يعني. تذبح زغلولين منه مفيش اي مشكله وانت ليك مزاج يعني. لكن الكينج اللي هو زي اللي قدام حضرتك دوت كده، ده الناس بتجيبه وتفرخ منه وتطلع منه زغاليل وبتتباع ومطلوبه والناس بتحبها، تمام. وانتاجه كويس ومناعته قويه، تمام، ومطلوب في السوق. فاحنا حبينا نوريكم كده مع بعض شكل الحمام الكينج عشان تبقى عارفه وتشوف الوانه. طبعا باين قوي اهو الديل القصير، تدويره كويسه في فرد الحمام، تمام. الكينج التاني بتلاقي ديله طويل. انت اللي يهمك كله الحجم بتاعه. الكينج التاني اللي يهم الناس اللي بتحب الاكل الحجم، تمام. فلما تلاقي حد بيقول لك ده كينج مستوى قوي او كينج بيور، ما تخشش تقول له انا عاوز جوز اكل منهم، ما هو مش منطقي يعني، تمام. لكن انت حر، انت لو راجل فييس وبتحب تاكل حمام بألوفات، هات يا باشا وكل، ربنا يقويك، ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب، تمام. بص كده ومتع عينك معانا، شوف الحمام الكينج. والله واحنا ان شاء الله متكلمين عنه باستفاضه عندنا في القناه، القناه الكبيره، قناه احمد ابو هاجر ومحب الحمام. متكلمين بقى باستفاضه وازاي تفرق ما بين الكينج المستوى الكويس والكينج المستوى المتوسط والكينج الشعبي بتاع الاكل. فلو انت لسه ما شفتش الفيديو ده، تعال لنا على القناه الثانيه القديمه، قناه احمد ابو هاجر، وخش اتفرج على الفيديو ده، متكلمين فيه بالتفصيل وقايلين فيه الاسعار وقايلين فيه كل حاجه، هيعجبك ان شاء الله، تمام. وبالنسبه لحمام الاكل، خليك في الحمام الرومي، الكينج الشعبي ده بيبقى حمام هجين يعني متهجن، حمام متهجن، تمام. خليط بقى كينج على رومي على الكلام من ده كله. فكل دي حاجات يا جماعه بتبقى للاكل، ليه الهجين دي، لكن دوت ليه تقليب ومواصفات. الحمام الكينج ده ليه تقليب ومواصفات. بص هو مش عارف يطلع اصلا، مش عارف يطلع من الفتحه اللي فوق دي، تمام. فتحه هي فوق مش عارف يطلع منها، حجمه ما يساعدوش ان هو يطلع، تمام يا جماعه. فده كان فيديو النهارده على قناتنا الجديده وعلى البيج عندنا على الفيسبوك، تمام. لو انت لسه ما جيتش معانا على البيج بتاعنا على الفيسبوك، انا في انتظارك في البيج بتاعنا على الفيسبوك، احمد ابو هاجر ومحب الحمام. بننزل برضو شويه حاجات هناك جميله كده، وموجود هناك كل الغوال اللي انتوا تعرفوهم، حبايبنا كلهم، تمام. فقلنا بس نعمل لكم فيديو كده قصير. ولو انت بقى ما اشتركتش معانا في القناه ديت بقى اشترك فيها كده وخش اتفرج على بقيه الفيديوهات كده، هتلاقي حاجات كويسه هتعجبك والله. بشكر الجميع على حسن المتابعه والمشاهده. كان معاكم اخوكم في الله احمد ابو هاجر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.